شايفين؟ اهو حلو قوي قوي. شكله جميل، شكله يشهي كده، وريحته احلى. اين انتوا حبايبي؟ هقول لكم تاني على الغدا بتاع النهارده. انا جبت فرخه، غسلتها كويس جدا، ونقعتها في ملح وليمون ودقيق وورق غار ومعلقه توم مفروم. سبتها حوالي 3 4 دقايق، وبعدين شطفتها كويس جدا. جبت بصلتين حمرا وواحده بيضه، قطعتهم حلقات. بعد كده جبت ملح وفلفل وبابريكا، واللهم جبت ملح وفلفل، واللهم صل على سيدنا محمد، وتوم وفلفل احمر، واللهم صل على النبي، وشويه بابريكا وجبت رمان وايه. ورحت ماسكه كل الحاجات دي مرتها مع بعضها، ورحت نازله بمعلقتين صلصه برضو هكذا، وجايبه القطع الفراخ بتاعتي مدبلاها بكل الحاجات ديت. رحت جايبه نص كوبايه ميه، حطها على الصينيه، ورحت مولعه البوتاجاز وسبتها بقى تستوي براحتها. والرز بتاعي اللي هو مش كبسه، رز عادي خالص، رز بسمتي، عملنا فيه ايه؟ جبت بصلايه مفرومه، على نص معلقه توم، على معلقه سمنه حلوه، على معلقتين زيت، وشوحت ده. رحت نازله بنص معلقه توابل كبسه، نص معلقه كاري، نص معلقه كمون، وشوحت ده. والرز غسلته كويس جدا، ونقعته 5 دقايق في ميه مغليه. وبعد كده صفيته وحطيته هنا في الحله على الخلطه بتاعته، اللي هي بقى هو ده. حلو قوي والله العظيم، يسلم بقكم يا رب. بس انتوا فين اللايكات؟ فين يا حب اللايك؟ حبيبتي بنتي واختي صاحبتي. الفراخ اهي، فراخ في البوتاجاز هتحمر بسرعه وهوريها لكم. الفراخ طريقتها حلوه، طريقتها سهله، ما خدتش معانا وقت خالص. حبايبي، حبايب قلبي، اعمل ايه بقى؟ انا بقى هحط هنا حته سمنه بلدي بتخلي الرز طعمه في حته تانيه. حته سمنه بلدي اهي بتخلي الرز طعمه خطير. الحته دي لابد منها، هي دي التكايه اللي انا بتكلم فيها. اهو شايفين حته السمنه دي البلدي دي اهي. بصوا 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 بصوا، اهو بصوا، تخلي